الام قررنا ننزل نسال الشباب والبنات ايه العلاقه ما بين الشبشب والنيش والثلاجه ومامتك. ايه الحاجه اللي انت ممكن تعملها لما تيجي تاخد منها فلوس، وايه المصيبه اللي انت مخبيها عليها ممكن تصارحها بيها في عيد الام. يلا نشوفهم هم قالوا ايه العلاقه ما بين الشبشب والنيش والثلاجه ومامتك. يعني الثلاثه مرتبطين ببعض. تيك تيك. مامتي بتضربني بالشبشب، بتقولي ما تقربيش من النيش. التلاجة بنحط فيها الحاجات اللي عايزة تسقع، النيش بنحط فيه حاجات العروسة اللي هي كوبايات، وعلى الشبشب بنخش بيه الحمام. جاي استظرف يا ماما بس ظريف الحقيقة لطيف. العلاقة بين الشبشب والنيش بالنسبة لي علاقة عكسية. لا ده علاقة حاجات بتتطاير. حاجات كده بتضرب الشبشب ممكن يخبط في التلاجة يجي في النيش يجي فيا انا في الاخر. والله الشبشب امي بتديني بيه على طول، والتلاجة لو فتحتها امي بتجري وراها بالشبشب. ويا كلاب اللي كان الجبنه. ده السلاح بتاعها. ايه العلاقه ما بين النيش والشبشب ومامتك والثلاجه. كل سنه وانت طيبه والف مبروك وان شاء الله. ما تفتحيش التلاجة كتير عشان باب التلاجة بيبوظ. طبعا الشبشب ده على طول طاير في البيت رايح جاي. بتخاف على النيش اكتر مني وبتضربني بالشبشب. يعني وقعتي حاجة من النيش فيها عمرك. ده محدش بيقرب له. الثلاجه. لا التلاجة عادي. قالت لي عادي. ماما عادي. ايه المصيبه اللي انت مخبيها على مامتك ممكن تصارحها بيها في عيد الام. اول حاجه ان انا في ثالثه ثانوي وباخد منها كل يوم 100 جنيه وما بروحش اي حاجه. والله انا اتجوزت عليها. انا اتجوزت عليها. اتجوزت على امك ازاي؟ لا اتجوزت من وراها. ايه المصيبه اللي انت مخبيها على مامتك ممكن تصارحها بيها في عيد الام. اوه كتير قوي. مش عارف. عني كل مصايبي والله. ما شاء الله على الادب والاخلاق العظيمة. انا مش بعمل مصايب، ولو عملت مش بعرف اصارحها. لا انا طيبه ما بعملش مصايب. ايه الاسلحه اللي مامتك ممكن تستخدمها لما تيجي تضربها. هقول لابوك. ممكن تعض، ممكن تبص بقى، عارفة تشيل الطاسة. الشبشب، السكينة ممكن. والله صعب قوي. الخرطوم. بصي عندها كف كده تيجي راح ضربانه، او بالشبشب تيجي راح ماسك. ايه الاسلحه اللي مامتك ممكن تستخدمها لما تيجي تضربك. ابن الكلب، حزام ابويا، يا فاشل، شماعة، يا خيبه السودا، المخدة، انت مش نافع، اي حاجة جنبها. يا خلفه الندامه. تعمل ايه علشان خاطر تاخد فلوس من مامتك. ملناش في المحلسه، نيتنا كويسه، بس لو حصلت يعني نتمحلس لها. صح كده. حبيبتي عاملة ايه الاخبار؟ تقولي عايزة ايه؟ خلاص معيش فلوس الجو ده. اختي جرالها نصيبه فاقول لها تعالي نجمعها. بحب اختي الفلانية وده احنا عايزين فلوس بسرعة. اغسلي المواعين خلاص خدتي اللي انت عايزاه. اتدلع عليها بقى اقول لها بحبك يا امي وابوس ايديها بقى والنبي عشان خاطري وعشان صحابي. باي باي يا ماما حبيبتي يا حياتي. فاكرة لما غسلتلك مش عارفة ايه من قد ايه. ممكن تعملي ايه علشان خاطر تاخدي من مامتك فلوس. حبيبتي يا ماما انتي قلبي انتي روحي. ابوسها هي نايمه اقول لها بتبقى ناسيه خالص. ست الحبايب يا حبيبه يا اغلى من روحي ودمي، يا حنينه وكل كتيبه، يا رب يخليك يا امي. ما تنساش ان امك اللي بتسخن ابوك عليك. ها اي حاجة ترضيها وخلاص. ماشي. اوكي مفيش حاجه مفيده. انا جاهزه. انا مش جاهز بس انا بس عادل. اديني 100 جنيه وانا اديها لك، اخد انا 100 جنيه واخلع ولا حد يشوف، ولا 100 ولا 10 ولا 20. صباح الفل. يلا حبيبي من هنا تجري على الله.